مساء الخير. لو جيت سألتك عن ايه اكتر مسلسلات الفترة الأخيرة ككوميديا علقت معاك او متذكرها، يعني انت ممكن لو هترد عليها انت مش هيجي في مخك كتير في اخر مثلا 10 سنين او اخر في 6 سنين، لان صراحة الكوميديا في الفترة دي كانت بعافية شوية. فاكيد انت هتتذكر مسلسل موضوع عائلي، يعني بصراحة المسلسل ده ما تذكرتوش يبقى فيه مشكلة عندي جدا، لان المسلسل الصراحة ده علق في ذهن ناس كتير جدا بجو الاسري وجو العيله والكلام ده، بس بشكل مختلف وجديد. والصراحه المسلسل ده بعد ما خلص الجزء الثاني، عايزين في الحلقه دي اعرف ايه اللي عجبنا في المسلسل، او ايه اللي عجبني انا على المستوى الشخصي، يعني ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش في الجزء ده. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نمسك المسلسل ونشوف ايه الجزء الثاني ده اضاف عن الجزء الاولاني. يلا بينا. مسلسل موضوع عائلي، بطولة ماجد الكدواني ورنا رئيس وطه دسوقي والفنانة سماء إبراهيم والفنان اللي جامد جدا اللي بحبه جدا محمد رضوان، وبإخراج المخرج الجامد أحمد الجندي. صراحة أكتر حاجة شدتني في الجزء الثاني بعد ما خلصته، يعني رأيي أنا الشخصي طبعا، يعني فممكن تختلف أكيد معايا في الرأي ده، ان الجزء ده كان اكتر كوميديا، يعني اكتر من الجزء الاولاني كجرعه كوميديه كان كبيره جدا. يعني المسلسل كان كوميدي اغلبه، يعني حتى الحياه الدراميه او المشاهد الدراميه مجيناش نشوفها في الجزء الثاني اكتر. يعني الجزء الاول كانت ممكن شويه ايه متناسقين، يعني تحس الكوميديا كانت شويه برضو يعني، بس الجزء ده الكوميديا كانت عاليه جدا. والصراحه دي من اكتر الميزات والايجابيات اللي في الجزء الثاني اضافوها بصراحه، يعني حاجه ان هي تفوقت على الجزء الاولاني في الكوميديا. الاخراج الصراحه اللي كان مظبوط جدا جدا جدا. المخرج الرائع احمد الجندي كان عامل حاجه مبهره جدا في الجزء الثاني على مستوى الممثلين، بتشوفوا عاملين ازاي يعني. يعني بصراحه انا حاسس كل ممثل بيطلع كده الحاجه التلقائيه اللي من جواه كده في المسلسل ده، ما حسش الناس بتمثل. لا انت كده جو عيله كده، انت فاهم، انت وصل لي الاحساس ده، انا وصل لي احساس ان انت داخل كده، انت مش ممثل، انت دي حقيقه، انتوا عيله صح فعلا. وكل المشاكل والمفارقات الكوميديه اللي بتحصلكم وكل الحاجه دي انا كنت بحسها كمشاهد، وصلت لي الاحساس ده. وصراحه دي شطاره من المخرج جدا، واحب احيي المخرج احمد الجندي، من اكتر المخرجين المتميزين في مصر كلها على مستوى الكوميدي. فكره الجزء الثاني ده ان احنا نروح بقى نشوف ييجوا يسافروا بقى، كان اكتر حاجات مشاهد اللي هي حلوه، وكل الكوميديا فيها كانت مشاهد اللي هي السفر لما سافروا بره مع ابراهيم والكلام ده، يعني حاجات الصراحه كوميديه جدا يا جدعان. والصراحه المسلسل ده من اكتر المسلسلات اللي انا بعد ما تخلصها انت بتزعل ان انت خلصت المسلسل، لان الصراحه هتوحش العيله دي. والصراحه يعني محمد رضوان في المسلسل ده يا جدعان، انت لو تبص في كافه المسلسل ده انت هتلاقي مثلا 70 او 60% او 70% محمد رضوان. انت شايل المسلسل، يعني دور رمضان حريقه ده دور اسطوري، ده دور ايكوني كده، يعني دور يعني بص هيعلق مع الشخصيه دي. بالنسبه لي لو عمل محمد رضوان افضل مني، يعني ما اظنش هيعمل افضل من دور رمضان حريقه، اللي الصراحه الدور ده يعني زي يقول يعني دور كده سيخلد عندي يعني في التاريخ. دور حرفيا شايل 70 او 60 70% من المسلسل ككوميديا. الصراحه الراجل رهيب جدا رهيب جدا. والصراحه ماجد الكدواني يا جدعان، انا الراجل ده ما تفهموش ازاي بيمثل سهل جدا، يعني سهل ممتنع، يعني انت فاهم، بس دي صعوبه فيه. يعني لو افتكر انا في الحلقه ال11 الكدواني كان مشهد وهو بين بنته في الحلقه ال11 وهو بيزعلها، ايه ده؟ لا ايه ده؟ انفعال طبيعي جدا، انت حسيت ان انا الانفعال ده طالع من قلبه، مش بيمثل. انا مش بأوفر، لا الصراحه لو شفت المشهد ده الراجل ده حرفيا انا ما تفهملوش، ده راجل قوي جدا 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 جدا، وفاهم بيعمل ايه، ماسك الشخصيه. انا حسيت يعني شخصيه ابراهيم دي كل حاجه ممسوكه، كل حاجه مؤيد الكدواني يا جدعان، مش عايز اكتر من كده. يعني الراجل عامل كل حاجه عليه، ككوميديا بتلاقيه شغال، تراجيدي، كل حته. انا اكتر حاجه بحبها في ماجد الكدواني هو بيعرف يعمل كل حاجه، وكل حاجه بيعملها حلو جدا. يعني المشهد يعني كذا مشهد، انا صراحه في المشهد ال 12 ونظرات بنته ونظراته وهو بيوصل لهم، هو مريض طبعا، بتشوف ايه ده؟ انت مصدق اللي انت ان انت ابراهيم، مصدق ان انت الشخصيه دي، مصدقها انت مش ماجد او لا، انت مصدق اللي جواك. فبالنسبه لي دي بتوصل للمشاهد بحلاوه جدا، يعني بيوصل لي الاحساس بتاع ما بيعمل الشخصيه، ما انا مصدق انا اللي انت بتعمله ده، اللي الصراحه احييه جدا 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 جدا. وسماء ابراهيم بالنسبه لي
من اكتر الناس الفتره دي اللي لامعه اكتر. والصراحه انا زعلان ان الست دي خدت الفتره دي، يعني لسه من فتره ان هي ابتدت تتشهر وتتشاف، لان الصراحه شايفها كانت من بدري جدا تستحق ده. يعني الصراحه كانت عامله الدور طبعا الدور بتاعها حلو جدا طبعا، مش عايز اقول لك انا ايه، لا ست متمكنه جدا 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 في كل ادوارها اللي بتعملها، الصراحه احييها جدا. وطه دسوقي بالنسبه لي من اكتر الناس المواهب الشابه اللي طالعه بقوه جدا. يعني الصراحه الراجل في المسلسل ده عالي جدا، يعني بيمثل كوميدي من غير حزق من غير اي حاجه، لا كوميديا طبيعيه جدا بتطلع مني دي. هني نابعه من الفتره بتاعته، ان انت موهوبه، مش بتحاول تتجمل انت موهوب والكلام، لا طبيعي جدا، بحييها الصراحه. ورنا رئيس، انا بالنسبه لي في مشكله مع رنا رئيس، انا يعني مش عايز اكدب عليكم، ودي من الحاجات السلبيه اللي عندي. رنا رئيس تحس كده عندها طبقه صوت كده مش عارف بتفصلني شويه، يعني مش بحس مشاهد في صوت غريب كده بيطلع مني يعني، بس هي كشخصيه كتمثل بحس شويه افوره شويه، مش عارف ليه. يعني انا كمشاهد ما بحس، يعني لما تيجي تعيط شويه يعني ما بصدقش، يعني انا حاسس ان هي ممكن تشتغل اكتر على نفسها، مش بتجنح عليها يعني في المسلسل ده. لا الصراحه انا شايف دي وجهه نظري بصراحه. رنا رئيس يعني بالنسبه لي من تقدر تطلع احسن من كده، لكن انا شايف ان هي يعني هي كويسه صح، بس مش هقول لك، بس بحس ان انا مش مصدق بنفس التصديق ان هي الشخصيه بتاعتها، او مش بتوصل احساس الشخصيه بتاعتها. انا بحس يعني لسه في شويه، يعني لسه في حاجه احسن من كده. لو انت لو جيت حد عمله احسن من كده، ممكن في ناس ممثلين تعمل الدور احسن من كده. بس انا اتمنى يعني ان هي تحاول تظبط الحته شويه دي، طبقه الصوت والاحساس ان انت بالشخصيه. وصدقني احس كده شويه حاسس زي شويه بيكنه، يعني شويه كده حاجه يعني مش مصدقه، يعني حاسه كده ان هي زي بتمثل كده قدامي، لا يعني ما وصليش احساس، انا حاسس شويه سنس اوفر شويه. يعني صراحه دي وجهه نظري. الحاجات السلبيه في المسلسل دي واللي ما عجبتنيش الصراحه، هي الشخصيه الجديده دي، الشخصيه اللي هي دكتور ست موليس. يعني انا حاسس الشخصيه دي معموله عشان تضيف حاجه للمسلسل وتضيف كوميديا، لكن اللي شفته انا ما ضحكتش، لا كده استهبال، انا ما ضحكتش، انا ما افتكرش في اي مشهد ما ضحكتش. يعني الصوت بتاعها مع احترامي للممثله طبعا اللي بتمثل الدور، بس انا ما حسيتش ان في اضافه في الجزء ده. حسيت ان ممكن تعمل حاجه ممكن تجيب عملت شخصيه افضل من كده، لكن في الجزء ده ما حسيت ملهاش لازمه الشخصيه. يعني حسيت ان هي الشخصيه لا، ما حسيتش انها اضافت حاجه او على مستوى الكوميديا او على مستوى اي حاجه. لا الكوميديا كانت الصراحه كانت في التوب بالنسبه لي، ومن ناحيه دورها من رمضان حريقه ده كان عامل كل حاجه في الدور، يعني كل شيء المسلسل اعتبره كوميديا. لكن دور ام ليس ما حسيتوش ان هو اضاف حاجه للمسلسل. الادوار اللي بتستناها في الجزء ده خصوصا دور شخصيه غازي، الراجل الممثل ده الصراحه رهيب جدا الصراحه، وعجبني جدا في الشخصيه بتاعته دي. والصراحه يعني الدور ده بالنسبه لي من افضل الادوار الراجل ده عملها، انا ما افتكروش حاجه الصراحه يعني، بس في المسلسل ده كان بالنسبه لي من عوامل الرئيسيه في نجاح المسلسل ده شخصيه غازي، لان الصراحه راجل رائع جدا. والفنان طبعا محمد شاهين، يعني مش هقدر اقول حاجه فيه، الراجل ممتاز جدا، وعلى مستوى الشخصيه بتاعته اغلى حاجه كوميديا بتاعته صراحه رائعه جدا. ومن اكتر الحاجات اللي بصراحه شايفها في المسلسل الميزه بتاعت المسلسل ده ان هو عاجبني جدا، يعني فكره اجواء صح في مشاهد دراميه ما كانش فيه كتير في المسلسل ده. حسيت ان مرض ابراهيم ده المسلسل اللي ما حدش يتفرج، انا بفضي بيه حته حرق مرضه في المسلسل، حسيت ان هو طول شويه. انا ممكن المسلسل ده كان ياخد، يعني انا حسيت على الحلقه الخامسه او الحلقه السادسه كان الموضوع ان هو يعمل عمليه او يخف والكلام ده، لكن المسلسل طول معانا شويه ودانا ان هو سافر بره. كانت دي بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي بحبها جدا في المسلسل. المسلسل ده الصراحه بالنسبه لي تفوق على الجزء الاولاني، ودي شطاره من طاقم العمل والممثلين والصراحه ان هم اللي يعلوا على الجزء الاولاني، والصراحه بحييهم جدا. وصراحه الجزء الاولاني انا حبيته ككوميديا، بس الجزء الثاني حبيته كحاجه شامله كدراما وككوميديا، بس الجزء ده رهيب في الكوميديا. وتقييمي المسلسل موضوع عائلي هو 8.5 من 10. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والسبسكرايب للقناه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.